السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. يا رب تكونوا بخير. بشكر جدا لكل اخت او اي حد عمل اشتراك في قلب القناة، بجد بفضلكم. انا فعلت اول شرط في القناة اللي هو 1000 مشترك. ويا رب بقى كده اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم اجدد واحسن كمان وصفات مضمونة ووصفات متجربة بجد عن ثقة. حاجات تاخديها كده وتعمليها على طول بكل التركات والملاحظات، هتطلع النتيجة ممتازة جدا ان شاء الله. بجد تاني بشكركم ويا رب اكون عند حسن ظنكم. انا النهاردة هعمل معاكم وصفة جميلة وخفيفة وتقدري ان انتي تعمليها بكل سهولة، وان شاء الله لو شفتيها بسهولتها هتقومي حالا تعمليها. هعمل ترسل افران بالعجوة بكيلو دقيق. هتعملي كمية كبيرة، اوفر طبعا واسهل وكل حاجة فيها جميلة. نبدأ كده، نسمي بالله وما تنسينيش في اللايك والاشتراك. انا جايبة معايا كيلو دقيق، هحط عليهم معلقة كبيرة، معلقة ونص من الخميرة، مع 3 معالق كبار من السكر. السكر ده بيخلي العجينة بتاعتي السكر فيها مظبوط وبتبقى يعني من الاخر تحفة. مع معلقة صغيرة من الملح. هبدأ دلوقتي، انا مش هحط لبن في قلب العجينة، فطبعا هطعمها كده بلبن بودر. عندك لبن بودر هتحطي 4 معالق كبار هرمية منها. انا هنا مستخدمة كيس صغير من لبن النيدو، 22 جرام. لبن نيدو بصراحة بجربه تحفة جدا، هو غالي شوية بس تحفة. لكن تقدري تستخدمي اي نوع لبن بودر انتي متعودة عليه او بتستخدمي. هستخدم بقى ربع كوباية من الزيت، هحطها على العجينة مباشرة كده قبل اي سوائل. وهستخدم 2.5 كوباية من المية. المية بتبقى من الحنفية يعني، مش ساقعة خالص عشان الخميرة تتفاعل. بصوا انا متعودة بحط المية، يعني لازم يبقى كوباية مية جنبية كده، علشان لو عوزت اي مية للمعجنات تاني بتبقى جنبية، معوز ان انا اسيب العجينة واروح اجيب مية تانية. بقلبهم كده بالمعلقة تقليبة كويسة بس بداري المية. وابدأ بقى في العجن طبعا بالايد. لو انت عندك عجان هتحطي كل المكونات كده مع بعض ويبدأ ايه العجان هيعجنها. لكن ما عندكيش عجان هتبدأ ان انت تعجنيها كده. اهم حاجة العجين عشان تبقى كويسة وهشة وملمسها ناعم كده وتبقى زي الزبدة معاكي، لازم تدعكيها كويس جدا. وما تبدأيش تحطي فيها مية كتير، يعني انت حطيتي 2.5 كوباية من المية، حسيتي ان انت عايزة، لا ما تحطيش مية الا لما تعجنيها كويس جدا. يعني ما تقوليش ده انا عايزة، لا اعجنيها كويس جدا. هتلاقي السوائل بتاعتها بقت في كل يعني دارت في قلب الدقيق ولمت العجينة معاكي. شايفين بعد ما عجنتها الملمس تحفة جدا. زي ما بقول لكم لو عجنتوها هتحبوا العجين جدا بجد هتحبوا المخبوزات جدا. ولو ما جاتش معاكي من اول مرة جربي تاني هتلاقيها اتظبطت معاكي وبقت تحفة. طبعا لميت العجينة معايا، هحط بقى رشة زيت بسيطة من تحت كده، وتروحي من فوق برضو مع ايديكي هتبقى مطرح الزيت. هتمسحيها كده من فوق من العجينة علشان ما تلزقش معاكي في قلب الطبق. هتروحي بقى جايبة كيس تلاجة كده حطاه، وتروحي مغطياها بفوطة بأي حاجة تتدفى بس كده بيها على الرخام. الحشوة معايا طبعا قلنا العجوة. العجوة بجيبها هتستخدمي حوالي يعني 300 جرام كده من العجوة. هي في الصيف بتبقى دايبة خالص، يعني مجرد ما تدعكيها كده هتلاقيها لينة معاكي في قلب العجن. هحط لها معلقة ونص من الزبدة. لو ما عندكيش زبدة تقدري ان انت تبدليهم بالزيت عادي، بس هي الزبدة بتبقى افضل بصراحة. هبدأ بقى ان انا ادعكها بس كده في قلب بعض على اساس الزبدة تبقى في قلبها كده، هتبقى مرنة معاكي وتقدري ان انت تشكليها بأي طريقة، وبيبقى وشها لامح كده وحلو. عملتها حوالي 4 كور. هنبدأ بقى ان احنا ناخد قطعة قطعة ونعملها صوابع كده زي رولات كده طويلة، ويبقى سمكها ما يبقاش تخين قوي. شايفين يعني هي الصورة واضحة، تعملوها بنفس ايه السمك اللي انتوا شايفينه ده. هنصبحها كلها كل الكمية كده علشان تبقى جاهزة معانا وقت ما بنيجي نشكل العجينة تبقى كل حاجة جنبينا نعملها بكل سهولة.
وهيكون في نفس الوقت العجينة بتاعتنا اتخمرت وبقت ممتازة. شايفين؟ تحفة تحفة تحفة. بصوا بقى عين الكيس بكل سهولة، تخميرتها ناعمة جدا ما شاء الله. يعني زي ما بقول لكم حاجة كده من الآخر. هرش بس كده على الرخامة او على البورد بتاعك او على صينية رشة زيت كده بسيطة عشان ما تلزقش برضو، وتقدري ان انت تتحكمي فيها وانت بتقطعي. شايفين بقى الجمال ده؟ بسبب العجن ان انت عجنتيها كويس ما شاء الله. جميلة. هنبدأ بقى ان احنا ايه يعني نضيع الخمر بتاعها شوية كده ونقطعها بقى. هقطعها كده بالسكينة 3 قطع، يعني الكيلو قطعته ل3 قطع. هي لينة ما شاء الله، هتلاقيها مشيت معاكي على طول. هبدأ بقى ان انا ايه الفها كده اكورها. بحط ايديا كده من جوه لبره من جوه لبره، هتلاقيها بقت جميلة معاكي. هعمل كده ال3 قطع. شايفين؟ بنفس الحركات. يا ريت بقى ما تنسنيش في اللايك والاشتراك. كده عملت ال3. ابدأ ان انا لازم اغطيهم علشان وشهم ما ينشفش معاكي. هغطيهم كده واركنهم حوالي ربع ساعة يرتاحوا كده، علشان لما تيجي تفرديها تلاقيها اتفردت معاكي بكل سهولة. بعد الربع ساعة حطيت كده حبة دقيق، مش هستخدم الزيت تاني خالص. انا هحط كده رشة دقيق ما تكونش كتيرة برضو على الرخامة بتاعتك، وتروحي بقى فردة ايه، واخدة اول كورة وفردنها. زي ما قلت لكم انا الطريقة دي حصري كده على اليوتيوب، اكيد لو لسه بتشوفيني اول مرة مش هتكون شفتيها في اليوتيوب قبل كده. هي ميزتها ما شاء الله ان هي سهلة، وكمان تقدري ان انت تطلعي اكتر من واحدة في وقت واحد. بفردها بقى كويس جدا. بحاول ان يعني السمك بتاعها يبقى رفيع جدا، على قد ما تقدري كده تفرديها بالنشابة كده بالراحة. ونحاول ان احنا برضو لما تيجي تفرديها تبقى على شكل مستطيل، وما تبقاش يعني تبقى متساوية على قد ما تقدري من الحروف، علشان ما تضطريش ان انت تقطعي بالسكينة وتسويها بالسكينة فهتهدر معاكي و يعني مش هتطلع معاكي كتير. هقسمها كده بالطول، احاول ان هما يعني يبقوا قد بعض. هقسمها كده نصين. هي هنا الصورة الكاميرا مطلعة واحدة اكبر من واحدة، لكن هي في الحقيقة الاتنين قد بعض. ببدأ بقى ان انا افرد العجوة، صوابع العجوة بتاعتي بحاول كده افردها واضغط فيها العجوة بتاعتي، واروح بقى قافلاها كويس جدا. اهم حاجه ادوس على الحروف كده، يعني ايديا كده تبقى بتضغط على الحروف، وتروحي عاملاها رول كده، هتلاقيها ما شاء الله جريت معاكي كده على الرخامه، ما لزقتش ولا اي حاجه. اهم حاجه ان انا اقفلها من تحت كويس جدا علشان ما تفكش معايا لما تخمر، ما لقاهاش فكت معايا وعملت اشكال مختلفه. هقفلها كويس كده جدا، وابدا بقى ان انا ايه افردها كده. هتلاقيها مطت وتلاقيها كبرت معاكي، اديتك كمان يعني ضعف اللفه اللي انت عملتيها. هبدا بقى ان انا اعمل برضو في تاني واحده نفس اللي انا عملته. اهم حاجه زي ما قلت لكم ان انا ارص كده العجوه بتاعتي واضغط عليها شويه واروح قافلاها كويس جدا علشان ما تتفتحش معي. وبعد ما اقفلها كده بطرف صوابعي هروح لعملاها رول كده، وبرضو قافلاها كويس جدا من تحت. يعني القفله من تحت دي مهمه جدا علشان زي ما قلت لكم لما تيجي تخمر ما تفتحش معاكي وتغير الشكل بتاعها. هبدا بقى إن انا افرد كده، هتديكي يعني ضعف الحجم اللي انت عملتيه. ما شاء الله بجد هتديك كذا واحده، هتديكي هتبقى ممتازه جدا. هبدا بقى ان انا اقسمها كده. هتحاولي ان هو طولها يبقى مناسب. هتاخديهم بقى كده، يعني دول 8 وحدات في مرة واحدة.
هبدأ بقى ان انا اخد كل واحدة كده وافردها، احاول افردها اخليها تبقى طويلة شوية. واهم حاجة الضغطة دي، ان انت تقفليها كويس جدا من الطرف كده. لقيتيها الدايرة بتاعتها اللي من جوه ضيقة شوية، بتبدأي ان انت بايديكي كده تعمليها زي الكورة. شايفين ما شاء الله سهلة جدا بجد، مش هتاخد معاكي وقت خالص. بعد ما تعمليها تبططيها كده وتحطيها على جنب لحد ما تخلصي الكمية كلها اللي هم ال8 دول. اهم حاجة زي ما قلت لكم نقفلها كويس جدا من الحرف، بعد مطرح ما بنلزقها كده مع بعض نقفلها كويس جدا. شايفين؟ هجيب بقى صينية مدهونة برشة من الزيت بسيطة، وابدأ ان انا بالمقص، لازم بالمقص، وابدأ ان انا يعني اقصها كده. شايفين ميزتها كمان اللفة دي ان انتي العجوة ما بتبقاش في كل مكان، يعني في حتة كده تلاقيها فيها عجوة وحتة ما تلاقيهاش فيها عجوة، بتبقى برضو جميلة جدا، بتديكي الطعم حلو. هقصها كده مش لجوه، يعني لحد ما تلمس ال- العجوة بس كده. شايفين ما شاء الله جميلة. واحاول ان انا ابعد عن الحتة اللي انا لازقة فيها، يعني الحتة اللي انا لازقاهم الطرفين فيها احاول ان انا ما اجيش فيها واروح قصة عشان ما تلاقيش فكت معاكي. بطرف بس المقص كده هتلاقيها اتقصت معاكي على طول. شايفين شكل العجوة ممتاز جدا، والحجم كمان ممتاز جدا. تحاولي ان انتي ما تعمليهاش تخينة قوي علشان كده كده هتتخمر وهيتضاعف حجمها. شايفين ما شاء الله انا عملتهم دول كده، برضو بكرر نفس الحركة هنا كده. انا بوريكم القفلة بتاعتهم ان هي لازم تتقفل كويس. وزي ما قلت لكم لقيتوها ضيقة شوية بلفها بصوابعي كده زي الدايرة، هتلاقيها وسعت معاكي. ونبططها ونروح حاطينها على جنب لحد ما نخلص الكمية ونعملها بالمقص زي ما انتوا شايفين. هتطلع لي كمية ممتازة جدا بعد ما اتخمرت وتضاعف حجمها. هي مش هتاخد وقت خالص عشان احنا في جو في الحر، مش هتاخد وقت معاكي خالص. بعيد بقى عن البيض، واللي ما بيحبش البيض في قلب المعجنات انا معايا ربع كوباية من الحليب مع معلقة من السكر، سكر بودر او سكر حبيبات عادي، هتقلبي فيه معلقة سكر وتروحي حطاها يعني بالراحة جدا كده وانتي بتمسحي بيها المعجنات، وهترشي عليها السمسم. هتبقى جاهزة ان انتي تدخليها في الفرن. شايفين ما شاء الله تحفة. اهم حاجة التسوية بتاعت المعجنات لازم تدخليها في فرن يكون سخن. هتدخليها من تحت في الرف الملامس للنار، وبمجرد ما تتحمر من تحت هنشغل عليها الشواية هتلاقيها ممتازة جدا. اهم حاجة علشان تبقى طرية معاكي اول ما تخرج من الفرن على طول لازم تغطيها بفوطة، هتبقى ممتازة جدا. لا هتعوزي ترشيها بمية ولا تعوزي ترشيها بزبدة ولا اي حاجة. اللي يخليها طرية ان انتي اول ما تخرج على طول تكتميها على طول بفوطة، هتلاقيها اتطرت على طول. بجد ما شاء الله هشة جدا. لو جربتيها وعملتيها مرة عمرك ما هتشتريها تاني. مع السلامة.